واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إننا نلاحظ غفلة شديدة في أوساط المسلمين في أمور الآخرة. أصبح معظم المسلمين مقبلين على الدنيا وشهواتها وملذاتها وعماراتها، والقليل الذي يلتفت إلى أمور الآخرة. والأمر خطير. الآخرة هي الدار الخالدة التي لا نهاية لها، وجميع الناس من أهل الآخرة من كان صالحا فسيكون في الجنة أبد الآبدين لا يخرج منها، ومن مات على الكفر أو الشرك فسيكون في النار أبد الآبدين. أما الدنيا فهي دار ممر ودار ابتلاء ودار زرع ونتيجة الحصاد يوم القيامة. نحن نجد في الليل والنهار من أجل بناء الدنيا القصيرة الفانية التي لا تدوم لأحد من الخلق. ماذا أعددنا للحياة التي لا نهاية لها؟ هل تذكرنا هذا الموعد؟ ولهذا تذكر نفسك وأنت تسكن القبور عندما تبعث، وعندما تبعثر قبور العالم بأسره. والله لو أن العبد أذنب ذنبا واحدا لهمه ذلك الذنب عند أن يلقى الله وعند أن يخاطب وعند أن يكلمه ربه. جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما هو عذرنا يا أخوة إذا لقينا الله، إذا سألك رب العالمين: يا عبدي لماذا عصيتني؟ محاضرة لشيخنا الداعية الكبير عبد الله بن عثمان الذمالي حفظه الله تعالى في 10 من شهر صفر لعام 1443 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين من البدع والضلالات والنار. أما بعد، الحمد لله الذي يسر لنا زيارتكم إلى هذا المسجد المبارك نلتقي فيه على كتاب الله الكريم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله أن يبارك لنا في هذه الليلة، وأن يجعل هذه الليلة زيادة في حسناتنا وعلوا في درجاتنا ومطهرة لذنوبنا وسيئاتنا، وأن يجعلها تقوية لإيماننا إنه أرحم الراحمين. جزى الله من
من بنى هذا المسجد المبارك خير الجزاء وأثابه، ومن تعاون في بنائه بماله أو بإرشاده أو بأي نوع من أنواع الإعانة، نسأل الله أن يثيبهم جميعا. وجزى الله الشيخ أحمد بن أحمد شملان القائم على هذه الدار المباركة في هذه المدينة، مدينة السدة، أسأل الله أن يبارك في جهوده وأن ينفع به وأن ينفع بطلابه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه البلاد وأهلها، وأن يجعل هذه البلاد عامرة بالعلم الشرعي والطاعة والعبادة. إخوة الإيمان، إن المسلم إذا أصلح أمر دينه أصلح الله له أمر الدنيا والآخرة. قال ربنا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والرحمن يبشر أهل الإيمان والعمل الصالح بسعادتي الدنيا والآخرة. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالاستقامة على طاعة الله رب العالمين سبب لصلاح الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على جميع المسلمين أن يهتموا بعمارة الآخرة. أما الدنيا فقد ضمن الرحمن لكل دابة بالرزق، وما من دابة